معركة الموصل، معركة الفلوجة، معركة الأنبار، معركة جرف النصر، ديالى، صلاح الدين، كل هذه المعارك نزف العراق أرواح، نزف العراق أرواح عزيزة وغالية. لعل البعض لا يشعر بهذا المعنى، الأم تشعر بهذا المعنى، التي انتظرت هذا المولود سنة بعد سنة. الطلبة الأعزاء والأساتذة يدركون هذا، يدركون معنى أنه أمه شلون ترعى يوم يوم وتنتظر نتيجة الصف الأول وتفرح، والصف الثاني، وهكذا الابتدائية الإعدادية، وهكذا الجامعة، وتنتظر هذا الولد اللي سهرت عليه هذا السنين وهذا الألم اللي الأب صرف عليه. تخيلوا بسهولة هذا الولد يروح ويرجع لها شهيد. هذا جرح ما يدركه بس الأم، هذا جرح ما يدركه بس الأب. هاي تضحية ليس لها ثمن، ليس له تكريم، ليس هنالك أي ثمن يعطى للأم أو للأب إلا شيء واحد، أنه بهذه الدماء أو لهذه الدماء يكون ثمن، والثمن هو وطن، وطن أمة، دولة أمة. والثمن هو وطن، وطن أمة، دولة أمة. فقط لذلك ترخص النفوس. وطن فيه يحمى الإنسان والعقيدة والكرامة والحرية. هدرت ثروة عظيمة أكثر من 1 تريليون و200 مليار دولار. هدمت البنى التحتية في العراق بشكل كبير جدا. كل هذه أثمان باهظة، فضلا عن الأرواح التي أزهقت، التي ليس لها ثمن على الإطلاق، على الإطلاق. روحوا اسألوا أي أم شهيد أو أي بنت شهيد أو أي أخت شهيد أو أي أب شهيد أو أي طفل شهيد، اسألوه أكو شيء يساوي فقد أبوه أو ابنها؟ ماكو شيء يساوي. الخلل الكبير هو أنه هذه الأمة العراقية عبر تاريخها تنزف أرواح، تنزف ثروات، تنزف ألم، معاني، سجون، عذابات، لكن للأسف الشديد كل هذا ليس له ثمن. الأمة ما جاي تقبض هذا الثمن، ما جاي تنتفع من هاي الدماء، ما تنتفع من هذه التضحيات، لأنه لا توجد إدارة صحيحة، لا يوجد استثمار صحيح أبدا. المسؤولية الحقيقية ستنتهي معركة الموصل وسيهزم داعش، والتاريخ واضح فيه معاني كثيرة. لم تنتصر عصابة عبر التاريخ على أمة أبدا، لا بد وأن تهزم مهما كان حجم هذه العصابة. لكن الأمم الحية التي هي تستثمر هذا الانتصار، هذه الدماء، وتخرج بعبرة كبيرة جدا. العراق بلاد ما بين النهرين، يعني أول حضارة على الأرض، أول حرف كتب هنا في العراق. تجارب كبيرة جدا وضخمة جدا، لكن للأسف الشديد ما نشوفه على أثار بناء هذه الأمة، ما نشوفه على بناء أثار، أي أثر له في بناء الدولة ما موجود، لأنه لا توجد إدارة صحيحة. لذلك مهمة الجامعة أكبر بكثير من مهمة المجاهد أو المقاتل العسكري، أكبر بكثير. الجامعة هي التي تستثمر الدم، الجامعة هي التي تبني بهذا الدم وبهذه التضحيات. الجندي لا يستطيع أن يبني، المقاتل لا يستطيع أن يبني أمة. نعم يقدم من أجل هذه الأمة، يحمي هذه الأمة، يدفع بنفسه من أجل هذه الأمة، لكن الجامعة هي التي تستثمر، الجامعة هي التي تبني. الخلل هنا في هذه الأمة. الجامعة هي رحم المعرفة، الجامعة هي الرحم التي تخرج منه الحكمة، الجامعة هي التي يخرج منها استراتيجية بناء الدولة. ولذلك ترون العراق مغيب، لأنه الجامعة غير مفعلة.